السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخير على كل إخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وخارج مصر. بالله عليكم اللي يشاهد الفيديو يحط لنا اللايك فضلا وليس أمرا، ويبقى جزاكم الله كل خير. سموا بالله وصلوا على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا بدأ لكم الفيديو من الأوضة اللي أنا عقمتها وروقتها وسبتها تنشف ومبقاش فيها الحمد لله اي حاجه، وعقمناها بفنيك ووريكم كل حاجه قدامكم. عقمتها بفنيك وميه وخليتها زي الفل. طبعا الشكاره اللي هناك دي طبعا دي فيها جير اهي، مدخله جير، لازم انا اعقم الاوضه كلها بجير. طب انت يا ام مصطفى وادي الشباك مقفول. طب انت يا ام مصطفى دلوقتي الباب اهو، هقفل الباب واوريكم الباب اهو. بصوا الباب اهو من بعيد اهو، قفلت الباب بكبرته، يعني انا كمان جبت الكبرته دي ما رضيتش اقصها، تنيتها يمتين، تنيتها عشان تبقى تقيله، جوزتها ومسمرتها زي ما انتم شايفين. طب التهويه صغيره يا ام مصطفى، الاوضه دي بحري، لاحظوا ان الاوضه دي بحري، الجو هنا بيبقى برد وساقعه اكتر من الاوضه بتاع الفراخ البيضاء اللي هناك. الفراخ البيضاء اللي اللمه التانيه قبلي، الجو دي اللمه دي بحري، الجو بيبقى ساقعه، فما اقدرش ان انا ازود التهويه زياده عن كده، ما اقدرش ان انا ازود التهويه زياده عن كده. فانا قفلت كلها وسبت التهويه دي بس اهي. كل حاجه بوريها لكم على الطبيعه، هي التهويه دي بس اللي هتبقى موجوده بس. طب يا ام مصطفى الاوضه دي مش واسعه على الفراخ البيضاء، ممكن يبردوا منك، صلوا على الرسول. هقول لكم انا جبت ايه وعملت ايه. طبعا انتوا عارفين الصناديق دي انا كان جايبه صندوقين من حوالي 4 سنين، من 2021 كنت جايبه صندوقين، كان الصندوق الواحد ب 30 جنيه. طبعا ادموا بقى، بقيت محلقه بيهم عند البط البيور لو انتوا عارفين وشفتوهم. وطبعا قلت لا الاوضه واسعه واخاف برضو هنا بحري الفراخ تاخد مني برد وتتعب مني. رحت نزلت البلد اشتريت الصندوق ده. بصوا يا جماعه لسه والله جايباه طازه، هوريه لكم برضو. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه صندوق اهو، لسه شارياه وجايه دلوقتي اهو. طب بكام الصندوق دي يا ام مصطفى؟ ب 150 جنيه. من 4 سنين كنت جايباه ب 30 جنيه، جبته ب 150 جنيه. عند بتوع الموتوسيكلات يا جماعه اللي بيبيعوا السكوتر، واللي بيبيعوا الموتوسيكلات اللي هي الفرداني، بيجيبوا الموتوسيكلات، الحاجات بتاع الموتوسيكلات القطع الغيار باين فيها، فاحنا بنجيبهم من عندهم. ما احنا بنجيبهم من عندهم. الناس بقى اللي معايا في البلد عندي هنا من طوخ، اللي هتقول لي المكان فين، واكيد بتوع طوخ عارفين، بس الناس اللي جنبنا في اي بلاد تانية، عندي موقف مشطور، عندي موقف مشطور في البلد عندنا طوخ اليوبيه. عندي موقف مشطور، مش مشطور طوخ في طوخ، بس المكان بتاعهم في طوخ قدام موقف مشطور. هتسالوا على الناس اللي بتبيع الصناديق الخشب دي هتلاقوا قدام الموقف. الصندوق من ده ب 150 جنيه. طبعا دي غطا بقى، لو انت مثلا عايزه تفتحي منه فتحه تدخلي اللمبه بتفتحي اهو يا جماعه. بصوا على فكره هو بيبقى جاي مبرشم، الصندوق ده الغطا دي بيبقى مبرشم فيه كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي اهي، بتبقى مبرشمه في الغطا. هو شالها لي هناك، والله قلت له معلش شيلها لي، عشان شالها لي ببنسه، وتنيها لي كمان عشان ما تعورش ايدي. انت المفروض بتشتريه وتروحي النجار هو اللي بيشيل لك الغطا دي وبيبقى بيعمل لك الموضوع ده، لكن هو يشكر هو اللي شالها. هحضن 50 كتكوت هنا على حسب ما يقعدوا بقى. اهم حاجه اول اسبوع، اهم حاجه اول اسبوع للفراخ حضنتي صح، خدتي دوره كويسه، فعشان ما الفراخ ما تاخدش مني برد وتتعب مني، رغم ان انا حاطه لمبات كتير جوه، بس لازم انا احضنهم والمهم في صندوق. طبعا الصندوق هندخله معاكم اهو، ما هنا جبنا الصندوق اهو جوه عند الاوضه. قبل ما نعمل اي حاجه خالص ونفكر نعمل اي حاجه خالص، هنمسك الاوضه دي كلها نعقمها بجيس ونشوف هنعمل ايه. والنهارده ايه؟ النهارده التلات. هجيب الكتاكيت الاربع اللي هو بكره، هجيب الكتاكيت الاربع اللي هو بكره. دي التجهيزات اهو. الناس اللي بتسالني بتقول لي يا ام مصطفى المكتب، فصلت معاكم بقى عشان المغرب جدا، ايه اللي عقبال ما المغرب جدا كنت انا رشيت الاوضه كلها جير زي ما انتم شايفين كده. الناس بقى اللي كلموني على المكتب قبل كده وعايزين عنوان المكتب او المكان، طبعا يا جماعه العنوان طوخ اليوبيه عند مركز الشرطه، طوخ اليوبيه عند مركز الشرطه. المكتب اسمه مكتب عادل لبيب، عادل لبيب، دكتور صيدليه الدكتور عادل لبيب. دي المكان اللي بيبيع فيه الكتاكيت البيضاء والبط المسكوفي والفراخ الساسو.
هو ده المكان. والحجز من يوم السبت ليوم الثلاث، والتسليم يوم الاربعاء. يعني هو ما بيسلمش كتاكيت ولا حاجه كل يوم، ده هو يوم واحد في الاسبوع اللي بيسلم فيه كتاكيت بيضه بس، اللي هو يوم الاربعاء. انت بتحجزي بقى في خلال الايه، من السبت لحد 2 3 الاربع ايام دول. طب السعر بتعرفيه يوم الثلاث بعد الظهر، بتتصلي تعرفي السعر كام علشان تروحي تجيبي الايه، الكتاكيت تاني يوم اللي هو يوم الاربعاء، تبقي عارفه انت هتجيبي الكتكوت بكام. الحجز الثلاث ومعرفه الايه، السعر بتاع الكتكوت برضو يوم الثلاث، والتسليم بتاع الكتاكيت يوم الاربعاء. ما بيجيبش كتاكيت في الاسبوع الا يوم واحد، مش زي اي مكتب شغال كل يوم، هو بيسلم كل اربعه بس، وما بيجيبش الا نوع واحد بس كب. ما بيجيبش اي انواع كتاكيت خالص الا هو نوع واحد بس كب. ماشي. طبعا احنا عقمنا الاوضه زي ما انتم شايفين بيجير اهو، وطبعا زي ما انتم شايفين جهزنا الصندوق اهو. دخلت الصندوق وجهزته وحطيت فيه شكاره كده تحت، وحطيت فيه حته كرتونه، وهنشوف هنفرش فيه جير، وهنشوف هنعمل انتوا معايا برضو خطوه بخطوه. زي ما انتوا شايفين اول حاجه عملناها بعد ما حطينا كرتونه وشكاره، حطينا جير. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. نكمل الفيديو زي ندخل بس الصندوق جوه في الاوضه ونكمل الفيديو معاكم في الاوضه. بصوا بقى يا حبايبي، انا اولا عشان ما نطولش عليكم الفيديو ظبطت الدنيا وارجع لكم تاني. طبعا دول 3 لمبات، كل لمبه 200. بصوا بقى 3 لمبات اهو، 3 سلوك، كل لمبه 200. ومعايا لمبه كمان اهي لغياها اهي، ومعايا لمبه كمان اهي لغياها. يعني هنا في المكان كده 5 لمبات لاغيه البعاد دول اهم اهي، وسايبه الثلاثه. جبت 3 جنب بعض، جبت السلم وظبطت الدنيا من فوق، وخليت ال3 دول ينزلوا كده جنب بعض. طبعا الكتاكيت اول ما بتيجي عايزه تدفئه على اقل حراره 32 درجه اول اسبوع. طبعا الكتاكيت اول ما بتيجي عايزه تدفئه. الناس اللي بتحط لمبه حمراء 100 ما بتدفيش، الناس اللي بتحط لمبه حمراء 200 لوحدها ما بتدفيش، الناس اللي بتحط لمبه بيضه ملهاش لازمه في الشتاء. دي احنا مش في الصيف يا جماعه، انتوا في شتاء. اي نعم الكهرباء وبتجر وبتسحب وكل حاجه، بس هنعمل ايه؟ كلنا كده. انت هتربي لازم هتتكلفي. فالناس اللي عندها مكان او في مكان بتربي فيه على الاقل حتى لمبتين، على الاقل حتى لمبتين. انا كمان عندي بحري هنا، الاوضه بحري مزوده في اللمبات، يعني انا حاطه كل لمبه 200. والله برضو في القبل هناك الفراخ الكبيره حاطه 3 لمبات ولاغيه دوايتين برضو. بصوا بقى انا عملت ايه عشان ما نطولش الفيديو عليكم. فرشت مشمع طبعا زي ما انتم شفتوا، حطيت جير، حطيت ارضيات بلاستيك. ليه يا ام مصطفى؟ انا مش هلاحق يا جماعه نشاره ولا تبني، انا مش هلاحق نشاره ولا تبني. احنا هنحضن زي ما يجوا هنا اسبوع 10 ايام 15 يوم، والله على حسب. هم 50 فرخ، ناس تقول لك صندوق 50 فرخ يا ام مصطفى، الدنيا ساقعه، وحسب ما الفرخ الاقيه الدنيا ضاقت عليه هنزل على الارض، هجيب الارضيات البلاستيك واحط. حتى لو هيقعدوا هنا اسبوع 10 ايام على قد ما هيقعدوا، هلاقي الصندوق ده عليهم هنزل على الارض، حتى واكمل تحضير كمان 5 ايام ولا حاجه على 10 ايام على الارض. هترجعي تجيبي نشاره تاني؟ لا مش هنجيب ان شاء الله نشاره تاني، هنكمل على الارض ونوفر يا جماعه. شكاره النشاره ب 100 جنيه وما بتقضيش، والتبن مش موجود. شكاره النشاره ب 100 جنيه وما بتقعدش، فاحنا بنوفر التكلفه على نفسنا، والحافظ ربنا والطعم بتاع ربنا. الدوره اللي هناك هيقربنا ان شاء الله بامر الله، قربت تخلص. وزي ما انتم شفتوا حضرنا برضو، وجينا في اخر 4 ايام 5 ايام حطينا نشاره وما رضيتش احط تاني، حطيتهم على الارضيات البلاستيك. كملت الايه، هكمل الدوره بالارضيات البلاستيك. حطينا الارضيات البلاستيك. طب فين يا ام مصطفى شبكه التحضير؟ قصيته اهو، جبت شبكه التحضير وقست على الصندوق وقعدت قصيته انا وبنتي اهو. كل حاجه بنجهزها، ما ينفعش التجهيزات دي كلها تعمليها وانت جايبه الكتاكيت. لازم قبل ما تجيبي الكتاكيت تكوني مظبطه تهويتك التدفئه، وتظبطي مكانك وتظبطي حاجتك اهو. هنظبطه بس وارجع لكم يا جماعه. حطينا شبكه تحطيم، ظبطنا المكان. الكتاكيت وهي لسه جايه عايزه تدفئه، عايزه حاجه ملمومه. وسع الاوضه دي كله مش هينفع معاها، الاوضه واسعه جدا. حتى لو انت حطيتهم يا ام مصطفى في ركن، الاوضه بحري مش زي هناك قبلي، هناك بحط في ركن،
ما بحطش ممكن في صناديق زي كده. بس لو عندي صندوق زي كده سواء بحري سواء قبلي هستغله، احضن فيه بعد كده، وبعد كده احطهم على الارض. يلم بس الكتاكيت عشان لسه صغيره، عمر يوم بتبقى عايزه دفع، بدل ما نجيب كرتونه كبيره ونكلف نفسنا. فاحنا بنلم الايه، شويه الكتاكيت اللي احنا جايبينهم اهو، بس اسبوع ولا 10 ايام على حسب، وبعد كده بننزلهم على الارض. ماشي الغطا بتاعهم. بس في ناس بقى بتعمل ايه يا جماعه، عشان برضو الناس هتقولي فين الغطا يا ام مصطفى. بس دي الغطا بتاع الصندوق. في ناس بقى بتيجي تقور، توديها عند النجار يقور لها من هنا مثلا، ويقور لها من هنا كده مكان لمبتين، يقور من هنا ويقور من هنا. لا مش لازم، مش لازم. انا من كده كده الصندوق ملموم، ولا غطيهم ليه؟ انا مش هكتم على الفراخ تموت. الصندوق ملموم، يعني مش في قلب الاوضه، لا في الصندوق اهو، عزلناها كرتونه. يبقى انا ايه اللي زنقني بقى انا اجيب واقور واحط كده كده، هو بيجي بغطاء وانا هعين غطاء، مش لازم يعني، مش لازم، مش مستحب ان انا ايه، ان انا احط الغطاء. انا ظبطت الدنيا وحطيت الثلاث لمبات. وبرده عايز اقول لكم بصوا المسافه كده من الصندوق لللمبات متر، المسافه من الصندوق لللمبات متر. كده جهزنا الاوضه، ظبطنا الاوضه، عقمنا الاوضه، وقفلنا دي مقفوله من فتره، وقفلنا زي ما انتم شايفين الباب اهو، والتهويه زي ما وريتها لكم من فوق. كده بقى هقفل. والصبح بدري حوالي الكتاكيت بتيجي يوم الاربعاء الساعه 11 او 12 كده بقى هقفل الاوضه، وهقوم الساعه 8 9 ااكل طيوري، اعيد اللمبات دي. شوفوا بقى من 8 9 10 11 هروح اجيب الكتاكيت لسه 11، وعقبال قولي مثلا ما اسوق واجيب طلبات بيتي واجيب الكتاكيت، هنيجي هنا مثلا على بعد الدور الساعه 12. هتفضل اللمبات دي قايده حوالي 4 ساعات. وطبعا بقى هجيب الكتاكيت وهقول لكم الجرعه بتاعتها، وهنستقبل على محلول جفاف انتوا عارفين، وهوريكم كل حاجه. دي التجهيزات بتاع الكتاكيت البيضاء اللي هنجيبها ان شاء الله الصبح، لعل وعسى ايه تستفيدوا منها. يلا حبايبي اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. بس بالله عليكم اللي شاهد الفيديو حطوا لنا اللايك فضلا وليس امرا، ويبقى جزاكم الله كل خير. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.